السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في قناة مطبخ فرح. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. وكالعادة اليوم جبت لكم وصفة من وصفاتي السهلة والناجحة والبنينة. إن شاء الله راح تنال إعجابكم. برك ما تبخلوناش اللي دخل عندنا جديد للقناة أول مرة نقول له فضل منك وليس أمر، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد ننزله. وصفتنا لليوم هي شيش كباب بالدجاج أو كباب دجاج، يجي بنين رائع بصلصة رائعة، وكذلك يجي هش. وشو نقولكم بنة ولا أروع. جربوه ما راحش تندموا. نبداو على بركة الله، بسم الله. هنا عندي صدرة تاع دجاج رحيتها مع شوية تاع شحم كيما راكم تشاهدوا، نصف حبة تاع بصل، ولي زيبيز ضفت هنا كزبرة كيما تشاهدوا، وزعفرة عفوا عرق أصفر، وكذلك عكري وفلفل أسود، يعني ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة، وهنا ملعقتين من الشيبلو أو الخبز المرحي، وملح. هنا ما كثرش لاني رحيت وانا نرحي في الصدرة رحيت معاها سنتين تاع ثوم، درت سنتين تاع ثوم وكذلك الملح. وهنا انا ضفت حشاوش او كزبرة خضراء. هنا اللي يحب المعدنوس يقدر يضيف المعدنوس، انا صراحة ما نحبوش. هنا نخلوها مدة ساعة أو ساعتين. ونجول الصلصة، عندي ملعقة معجون طماطم، ملعقتين من الزيت، فلفل أسود، وهنا زعترة عندي، ونضيف لهم شوية تاع ماء، حوالي ربع كاس ماء، وملح، وندير لهم فوق النار. تخليها فوق النار حوالي 5 دقائق فقط. تقدري تزيدي كذلك العكري. وهنا نجو خليتها كيما قلت لكم هذه مدة ساعة، ساعة ونص. تشكليهم بهذا الشكل. هنا ديري زوج مطارق باش تساعدك، وإلا كان المطرق غليظ تقدري ديري واحد، بصح إلا كان رقيق كيما تاعي هذا ديري زوج. وديري الماء بيدك باش ما يلصقلكش. وش نقولكم بنة ولا أروع، ويجي طري كذلك. صراحة أنا جربت لهم وعجبهم كامل، مام الوالد عجبو. هنا عندي طاوة دهنتها بشوية تاع زيت ودرتها، وهنا تحاولي تنقصي النار ونجيبو الصلصة اللي وجدناها. أول ما تقلبي تجيبي الصلصة اللي حضرناها وتدهني، كل ما تقلبي تدهني تشربي هذيك الصلصة. هنا تقدري كذلك تضيفي، الا كنتي حابه الحرور تضيفي الهريسه، الا كنتي حابتي يكون شيش كباب تاعك يجي حار تضيفي الهريسه مع الصلصه. وشو نقول لكم بنه ولا اروع. وهنا كيما تشاهدوا نقلب دائما، كل ما نقلب ندهنها بهذيك الصلصه ونشرب هذيك الصلصه. هنا الريحه وش نقول لكم. تقلبي حتى اي طيب الكباب تاعك. كي طيب وتعرفيه طاب تحيديه وتحطيه في الطبق النهائي كما تشاهدوا هنا. هذا الطبق تاعنا النهائي، وش نقولكم جاء علامة روعة، يعني تقدري ديريه مع الخبز السوري.
بنة ولا أروع. كذلك هذه الطريقة وهذه الصلصة، وش نقول لكم، جربوها وما راحش تندموا كما تشاهدوا. ونقول لكم إلى اللقاء، ملتقى جديد، مطبخ فرح.